تخيلوا يا البنات، بغيت نقول لكم لدرجه شنو انا مغياره. انا ماشي مغياره زعما في الخدمه ولا في شي حاجه، نو، كنغير على الناس اللي كنبغيهم. ما عرفتش علاش صراحه، هذه شي حاجه فيا خايبه، مي ما عرفتش علاش الناس اللي فريمون كنبغيهم بزاف بحال كنغير عليهم، بحال ماما بحال بابا، صحابي صحاباتي كنغير عليهم. ما عرفتش عندي حب تملك. انا راه مريضه بسيكوباطه. ولكن تخيلوا لدرجه مازال دابا صراحه هو راه مرض، غنكونوا واضحين، هو راه مرض. انا كنحاول زعما نطور من راسي ونحيد من هاد الكوتي اللي خايب. ملي كنت صغيره، تخيلوا انا صغيره وكانت وقال عندي شي 5 سنين بحال هكاك، وكنت مغياره. كانت الطاطا ناجيه عندها بنت، دابا عندها بنت سميتها نهيله. كتجي تجلس عند ماما، كنبدا نجرو وكنتفهم ونضربها ونقول لها ما تجلسيش عند ماما. تخيلوا معايا. عرفتوا دابا كناكل وكنهضر انا وماما مجمعين، لقينا ان واحد طاطا ناجيه صاحبه ماما، هاد صاحبه ماما من نهار عقلت على راسي وانا كنشوفها مع ماما كيتلاقاو كل نهار لمده شحال. ما نقدرش ما نشوفوش، هي تقدر ما تشوفنيش والله مده 20 عام يوميا تشوفني نشوفها، وما يمكنش. وتجي الا دارت شي حاجه تقول لي واش اجي قولي لي واش انا غلطه في هذه، ربما تدير نقول لها تخيلوا عمركم تخاصمتوا؟ والله ما عمرنا تخاصمنا. 20 عام صحبه ديال 20 عام عمرهم تخاصموا تتناقير؟ لا والو، ما عمرنا ما تناقرناش ويلي، لا بالعكس كتحترمني وكنحترمها والله ما عمرنا ما تناقشنا ولا تخاصمنا ونقول هذه ما بقاش صافي تبعد مني ولا هذه ولا نقول لها صافي تخاصمنا، كما كايناش ابدا. سبحان الله. واو اليوم تخاصموا. انا بغيت شي صاحبه بحال هادي.